يا مساء الجمال على أحلى متابعين في الدنيا. دبابيس الفراخ البروستد هنعملها مع بعض النهاردة، مقرمشة من بره طرية من جوه، أحلى من المطاعم وبربع التمن. وأنا داليا. لو أول مرة تشوفيني اشتركي في قناتي، لايك وشير لو عجبك الفيديو. ولو الفراخ المقرمشة بتطلع نية من جوه وفيها دم هنطلعها مع بعض النهاردة طرية زي الزبدة، مقرمشة ومن جوه بيضة زي الفل. والتجهيز وصفتنا: لازم الأول ننضف الدبابيس كويس جدا، وفي طبق أنا مخصصاه لغسيل الفراخ فقط هنزل بمية جارية مع معلقتين كبار من الخل الأبيض، معلقة كبيرة من ملح الطعام، وأقلب كويس جدا لحد ما الملح يدوب. هنزل فيهم بكمية الدبابيس اللي موجودة عندي، هغطسهم كويس جدا واسيبهم منقوعين مش أقل من ربع ساعة. وبعد ربع ساعة هشطفهم كويس جدا واطلعهم في مصفى يصفوا المية اللي فيهم. هركن الدبابيس على جنب تصفي ميتها. في الوقت ده هغسل الطبق كويس جدا وابدأ اجهز محلول النقع. والتجهيز محلول النقع هحتاج 3 لتر مية، هضيف لهم نص كوباية من الملح مع نص كوباية من السكر، وهو ده الأساس لمحلول النقع. واختياري ضيفي بعض المنكهات زي عود قرفة، 3 ورقات لورا، 3 فصوص حبهان مفتوحين، 4 مسمار قرنفل، 2 ليمونة مغسولين متقطعين شرايح. هقلب كويس جدا لحد ما ادوب الملح والسكر، وننقع فيه الدبابيس 5 ساعات. والمحلول ده فايدته انه بيفتت الانسجة، هيخلي الدبابيس تستوي اسرع ومن جوه هتبقى بيضة زي الفل. هنزل بالدبابيس كلها في محلول النقع واغطسها كويس جدا. هغطي الطبق بالاسترتش واحطه في التلاجة 5 ساعات، وده هيخلي الدبابيس من جوه طرية زي الزبدة. سبتهم في محلول النقع 5 ساعات، هشطفهم كويس جدا. هحط الدبابيس في مصفى واسيبها تصفي ميتها، وابدأ في تجهيز المحلول اللي بيدي للدبابيس نفس طعم ونكهة فراخ كنتاكي بالظبط. والمحلول ده عبارة عن لتر من المية، معلقة كبيرة بابريكا، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة كبيرة توم بودر، نص معلقة كبيرة شطة. ما تقلقيش من الشطة خالص، مش هتخلي الدبابيس سبايسي خالص. ربع معلقة كبيرة من الزعتر، ولو الزعتر خشن هفركه بين ايديا. هقلب كل المكونات مع بعض كويس جدا عشان التوابل تدوب في المية. وفي المحلول ده انا ما بحطش ملح خالص، هكتفي بالملح اللي امتصته انسجة الدبابيس من محلول النقع الاولاني. وبحرف السكينة هعمل فتحات في الدبوس عشان يمتص التتبيلة كويس، خصوصا ان الدبابيس اللي انا مستخدماها حجمها كبير. وده كان التحدي، ان الدبوس يبقى حجمه كبير وفي نفس الوقت مقرمش من بره وطري ومستوي جدا جدا من جوه، ومن غير ما احتاج اني اسلق الدبابيس قبل ما اقليها. هجهز كمية الدبابيس كلها بنفس الطريقة واعمل فيها فتحات بالسكينة على الجنبين. هدعك الدبابيس كلها في محلول النقع واتأكد انها متغطية بيه. هغطي الطبق بستريتش واحطه في التلاجة واسيب الدبابيس منقوعة فيه يوم كامل. وبعد ما عدى يوم هطلع الدبابيس على شبكة، هتصفي السوائل اللي فيها والتوابل هتثبت على الدبابيس. هرص الدبابيس كلها على الشبكة واركنها على جنب تصفي السوائل اللي فيها. هجهز التوابل اللي هضيفها على الطبقة الخارجية المقرمشة للدبابيس: معلقة كبيرة من الملح، معلقة كبيرة بهارات فراخ، معلقة صغيرة توم بودر، معلقة صغيرة بصل بودر، معلقة صغيرة جنزبيل. وفي صينية أو طبق كبير واسع هنزل ب3 كوبايات من الدقيق، وعليهم معلقتين كبار من النشا، واضيف لهم التوابل اللي جهزناها مع بعض واقلب كويس جدا واتاكد ان التوابل اتوزعت كويس في الدقيق. الدبابيس صفت كل السوائل الزياده اللي فيها، وعلشان ما ازحمش الدنيا حواليا هنزل بكل كميه الدبابيس في الصينيه اللي فيها دقيق وبدرها بالدقيق، يعني زي ما تقولوا كده كفر اولي.
بطانة خفيفة من الدقيق والمهم كده جنب بعض في جنب واحد في نص الصينية، وهسيب النص التاني أشتغل فيه. والسر في المية المتلجة، بول أو طبق غويط هحط فيه مية ساقعة وشوية تلج والقشرة خارجية متماسكة ومقرمشة. هقلب الدبابيس في الدقيق 10 مرات وانزل بيها في المية الساقعة المتلجة، وبعدين ارجع اقلبها تاني في الدقيق 10 مرات، اغلفها بالدقيق واقلبها معاه 10 مرات على الاقل عشان يديني كفر خارجي مقرمش متماسك، وانفضها كويس. وعشان تطلعي التعريج والقشرة القوية المقرمشة هقلب الدبابيس في الدقيق 10 مرات، وهنزل بيها في المية الساقعة واطلع على طول، وارجع اقلبها مع الدقيق مرة تانية 10 مرات، وننفضها كويس عشان ننزل الدقيق الزيادة. هجهز كل كمية الدبابيس بنفس الطريقة. القلي هيكون في حلة غويطة فيها زيت غزير وسخن جدا في الأول. هنزل بالدبوس والزيت سخن جدا واستنى دقيقة قبل ما انزل بالدبوس اللي بعده عشان ادي فرصة للزيت انه يرجع يسخن تاني، وعشان الدبابيس تستوي كويس وفي نفس الوقت القشرة بتاعتها تبقى مقرمشة مش طرية. تتقلي في الزيت والنار عالية أول 6 دقايق. بعد كده هنهدي النار خالص ونغطي الحلة لمدة 15 دقيقة. البخار بيسوي الفراخ والزيت بيقرمشها. هصفيها كويس من الزيت واطلعها على شبكة مش على مناديل مطبخ، المناديل هتخليها تطرى. وجنب حلة التحمير هكون حاطة الصينية اللي أنا مجهزة فيها كل كمية الدبابيس. هتلاقي الدبابيس بقت مبلولة. هقلبها في الدقيق كذا مرة واحطها في مصفى واسعة عشان انفضها من الدقيق الزيادة واحمرها بنفس الطريقة. وبكده نكون عملنا مع بعض دبابيس فراخ مقرمشة جدا من بره، طرية جدا من جوه، مستوية صح لغاية العظم، وطعمها حلو جدا ومش محتاجة تسلقيها. وعلى الرغم اني استخدمت دبابيس حجمها كبير بطريقة التسوية دي هتطلع معاكي دبابيس مقرمشة من بره طرية وبيضة زي الفل من جوه، ما فيهاش اي ريحة زفارة او دم. ملحها مظبوط وتوابلها هادية جدا. اعمليها في البيت بالطريقة دي، اتحداكي ولادك مش هيطلبوها من بره تاني ابدا. قدميها مع رز بسمتي وشوية بطاطس عصير فريش. اعملي لهم وجبة كنتاكي في البيت، جربيها تعجبك وتعجب ولادك، وبألف هنا وشفا.